احمد شاب عنده 22 سنة بيحقق حلمه ومصمم على حلمه. ياريت كلنا ندعمه. راجل بيقدم بسبوسة وكنافة بالمانجا، حاجات متميزة وحاجات ممتازة جدا وحلوة. روحوا وجربوا وذوقوا الطعم والحلاوة بنفسكم. وياريت كلنا ندعم احمد والشباب اللي زي احمد عشان يكبروا ان شاء الله، يبقى عندهم محلات ويبقوا ناس ناجحة ان شاء الله. انا النهارده في شبرا مع الشاب احمد، شاب مجتهد وسنه صغير، بدا مشروع جميل اللي احنا شايفينه اللي هو البسبوسه والكنافه، حاجه مميزه وعنده حاجات كتير هنعرفها منه وهو جات له الفكره ازاي. ازيك يا احمد، عامل ايه؟ الحمد لله. الحمد لله. ايه الاخبار؟ قول لي بقى، يعني انت بتقول لي عندك 22 سنه صح؟ 22 سنه. بدات الفكره معاك من امتى واللي انت تصمم على مشروع زي ده وتعمله؟ هو انا حلواني اصلا ودي جدتي، يعني الموضوع معايا مش هوايه، وفكرت يعني ابدا حاجه. هو الظروف صعبه طبعا، والواحد صعب دلوقتي ياخد خطوه زي دي ان هو يفتح حاجه لنفسه عشان الاسعار والخامه، بس انا فكرت ابدا وسبتها على الله وان شاء الله خير. بس انت كنت بتفكر في المشروع ده من امتى يا احمد؟ لا، من زمان، وفتحت فتره وقفلت طبعا المضايقات عشان انا واقف في الشارع، طبعا مفيش امكانيه، المحل لسه بادئ، فالمضايقات ان انا واقف في الشارع فافتح ويحصل اي ظروف فاقفل، فالحمد لله ربنا يجعلها خير يعني واستقر ان شاء الله رب العالمين. بس انت هتستقر بقى في المكان ده على طول يعني؟ ان شاء الله مش هننقل من هنا ابدا ان شاء الله رب العالمين ان شاء الله. انت بتقولي اصلا انت يعني حلواني من زمان صح كده؟ دي من شغلانتي من زمان. من عندك قد ايه كده بقى؟ من اعدادي. من اعدادي. مع ان انت بتقولي انت خريج حاجه ثانيه خالص، انت خريج ايه بقى؟ نظم معلومات. يعني الموضوع مختلفين عن بعض خالص. مالهاش علاقه بالدراسه خالص، هي مهنه اكل عيش. بس انت يعني واخدها طبعا وبقت هي دنيتي دلوقتي. بس واخدها اصلا يعني نوع حابب الموضوع اصلا من زمان وانت صغير؟ طبعا. انت بتقدم بقى هنا ايه يا احمد كده؟ عرفنا. انا عندي كنافه بالكريمه سخنه، وعندي بسبوسه بالسمنه البلدي، وعندي كنافه بالمانجا، بس هي الحاجه خلصانه بس معلش. عندي كنافه بالمانجا، وعندي كنافه مدلعه، تبقى كنافه وبسبوسه ومانجا وكراميل وكريمه. طبعا في اصناف تانية بس للاسف خلصوا الحمد لله يعني، ده اللي متبقي دلوقتي. في بغاشه سوري، وفي كنافه ساده، وفي بسبوسه بالشوكولاته والنوتيلا، في اصناف كتير بس ده اللي اتبقى دلوقتي. ان شاء الله كله يبقى موجود دايما بكميات كبيره يعني. انت فاتح بقالك قد ايه بقى كده؟ اول يوم. يعني احنا حظنا جميل احنا بنصور معاك اول يوم. وانا حظي احلى اول يوم. ربنا يخليك. طب انت مواعيدك بقى بتبقى من الساعه كام للساعه كام يا احمد؟ باذن الله من الساعه 2 او 3 العصر لحد الساعه 1 بالليل. كل يوم ولا في ايام بتاجز فيها؟ لا كل يوم، مفيش اجازات. مفيش اجازات. طب ممكن تقول لنا العنوان بالظبط بقى ايه فين؟ ده شارع عروض الفرج، لو جاي من شارع شبرا، شارع عروض الفرج اللي على نصيته اتوال قصاد مدرسه العزه. ولو جاي من رود الفرج من الناحيه الثانيه بعد كبابجي شاهين على طول. شارع عروض الفرج نفسه. بالتوفيق يا احمد ان شاء الله، نزورك وانت عندك محلات بقى. انت مسمي العربيه بتاعتك ايه صحيح؟ بص كده على اللوجو، انا مسميها كنفات. وهتسميها برضك كده في عندك محل كبير؟ ده الاسم بتاعنا لحد ما يبقى براند ان شاء الله. ان شاء الله يا احمد، كل التوفيق ليك باذن الله. يا رب. مساء الخير، هتعرف بحضرتك؟ اسمي تربينا، طعمها حلو قوي جدا. شكرا. حاجه كويسه عجبتك؟ جدا. الف هنا. الله يبارك.